هو جعل المقاصد فعلا في الواقع تسير، توجه، ترشد، تبني، تبين المواقف الفقهية من المجال السياسي وقضاياه المختلفة بناء على رؤية مقاصدية، رؤية مصلحية، رؤية تعليلية لا تقيم أمرها على الظاهر وعلى المبنى، وإنما تلتفت إلى ما وراء الظاهر، ما وراء ظاهر البشر، ظاهر الواقع، وأيضا ما وراء ظاهر النصوص والأدلة من معان وأسرار ومبادئ. ولذلك تفعيل المقاصد هو تحويل المقاصد من نظريات ومقولات وإنشاءات ومؤلفات إلى واقع يحكم في الواقع بناء على العلة، بناء على الحكمة، بناء على المصالح جلبا والمفاسد دفعا. وأيضا في المجال السياسي، باعتبار أن المجال السياسي مجال حقيقة مجال متحرك متداخل، فيه سياقات، فيه تداخلات، فهو مجال رحب وثري يحتاج إلى مرجعية مقاصدية فضلا عن المرجعية النصية، إذ لا تحكم النصوص بعمومها أو بصراحتها، لا تحكم على هذا الواقع المتحرك، وإنما يحتاج هذا الواقع إلى مرجعية نصية من الكتاب والسنة، وإلى مرجعية مقاصدية هي قواعد المقاصد، هي وسائلها، هي كلياتها الخمس، هي ضروراتها، هي حاجياتها، هي كل ما يتعلق بالمقاصد من مفردات معرفية ومن معان وقواعد ووسائل وغير ذلك. ونحن اليوم حقيقة ما أحوج العقلية الإسلامية اليوم، وخاصة في مسار الثورة، ما أحوجنا جميعا إلى أن نستدعي المقاصد في معالجة قضايا المجال السياسي كقضية الدستور، الانتخابات، المؤسسات السياسية، الأحزاب السياسية، كيفية إدارة العمل الحزبي بين كل الفرقاء، كيف يمكن أن نجعل من الشريعة الإسلامية وعاء مرجعيا لهذا الفعل السياسي ولهذا الحراك السياسي، كيف يمكن أن نجمع بين إسلامنا ونصوصه ومقاصده وبين مسار الثورة في تحقيق أهدافها وفي عدم الرجوع إلى فترات الماضي من حيث الاستبداد أو من حيث التخلف. هذا كله لابد أن يسير ضمن منظومة واحدة وضمن مسار مركب مركب من المقاصد والأصول والنصوص من جهة الشرع، ومركب من الواقع ومفرداته وتداعياته وغير ذلك، حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى تحقيق النموذج الأمثل في هذه الثورة المبنية على هويتها ومرجعيتها الدينية والحضارية والوطنية والإنسانية. بارك الله. شكرا.